فاندونيسيا ممكن تخسر الناس كلها بسبب حاجة احنا بنعملها كل يوم بشكل طبيعي جدا. حاجة لو انت عملتها هنا الناس مش هتتخانق معاك، انما هيبتسموا ليك وبعد كده هيعاقبوك في صمت. احنا متعودين ان المواجهة المباشرة هي الحل في اي مشكلة. لو انت زعلان مني تعالى عشان نتخانق، هنعلي صوتنا، هنصفي اللي في قلوبنا، وتاني يوم هنشرب شاي مع بعض وكأن مفيش اي حاجة حصلت. ده الطبيعي في مجتمعنا. بس هنا في اندونيسيا لو حصل موقف ضايقك مع جارك او زميلك في الشغل او انفعلت او نبرة صوتك علت علشان تاخد حقك، هم مش هيردوا عليك بنفس الصوت العالي. هتلاقي رد الفعل ان هو بيبتسم ليك. طبعا عقلك ممكن ان هو يترجم الابتسامة دي على اساس ان هي برود او استفزاز، بس الحقيقة دي مش سخرية، ده بيكون درع. الاندونيسي بيبتسم لما بيتوتر او بيحس بغضب. هو بيعمل كده علشان يمتص الغضب بتاعه وعلشان يعدي الموضوع. بالنسبة لثقافتهم الصوت العالي او ان انت تحرج حد قدام الناس ده حاجة مش مقبولة، وده عيب قاتل وربما يكون خطأ اكبر من المشكلة نفسها. مش موضوع بقى مين الصح ومين الغلط، دي قواعد مجتمع مختلفة. طيب لو انت غلطت في حق حد هنا، انت ممكن تفتكر بقى ان المشكله انتهت، هو ابتسم لك وضحك والموضوع عدى، مفيش شتيمه، مفيش صوت عالي، مفيش خناق، مفيش شكوى، فقلت ان الموضوع خلص والقصه عدت. بعديها بقى هتكتشف ان انت بتتمسح من المشهد كله. يعني كل الدايره اللي حواليك الناس بترد عليك ببرود، محدش بيهزر، الدعوات اختفت، محدش بيقول لك تعالى نخرج. بتلاقي حالات على الواتساب تلقيح كلام عليك. بتلاقي اللي حصل بينك وما بين شخص واحد أثر على كل علاقتك بدايرة المعارف اللي حواليك وحواليه. الكل هيبدأ إن هو يتجاهلك، يمسحوا منك وجودك، بيعاقبوك بحاجة اسمها الصمت العقابي، اللي هو أنت تتكلم محدش بيرد عليك. يعني ممكن أوقات تكون مش عارف أنت غلطت في إيه أصلا. وبرضه بطريقة تفكيرنا لما بنتحط في الموقف ده هنقوم رايحين له، إن الرجولة إن أنا أروح له وش لوش أقول له أنت مالك في إيه، زعلان من إيه، وإني أواجهه. إنما ده بيخلي الأندونيسي يضغط أكتر ويقفل أكتر ويعند أكتر. الحل بتاعهم اللي هم بيستخدموه إن هم يجيبوا وسيط، واحد تالت يتدخل ما بين الطرفين، يهدي الأمور من بعيد، ينقل الكلام ويحاول يلطف الجو. دي طريقتهم ان الموضوع يتحل والمشكله تتحل من غير احراج، لان هم فاكرين ان المواجهه بتسبب الاحراج وكل واحد بيحتفظ بكرامته من غير ما يجرح التاني. في حاجات تانية احنا بنعملها برضو بعفويه وبتعمل مشاكل للاندونيسيين، زي اللمس. احنا متعودين هزار بالايد، خبط على الكتف، مسك الدراع، شد ايد. الحاجات دي كلها ممكن تتفهم بشكل سيء عند الاندونيسيين، لان هم مش بيستخدموا ايديهم في الهزار الا في حاله الاصدقاء المقربين جدا. فانت حاول لما تهزر معاهم ايدك خليها جنبك تجنبا لسوء الفهم. الراس عندهم منطقة مهمة جدا ولها قدسية. ما تلعبش او ما تمدش ايدك على راس حد تضربه على دماغه او تحسس على راس طفل. في بعض الاماكن الحركة دي ممكن ان هي تتفهم غلط جدا. اندونيسيا مش بلد صعبة، بس المشكلة ان انت لو دخلتها وعشت فيها بعقلية ان انا صح والناس هي اللي غلط هتتعب جدا. الناس مش لازم تزعق علشان يقولوا لك ان انت غلط، احيانا بيكفي ان هم يبتسموا لك. كل قاعدة طبعا لها استثناء، في كل مكان هتلاقي الجاهل او اللي اخلاقه مش كويسة بيزعق وبيمد ايده بالرغم من انه اندونيسي. بس هل معنى ان المجتمع بيقبل كده؟ لا، المجتمع مش بيحب كده، بل بالعكس. زي ما قلت لكم هم بيحبوا يحلوا مشاكلهم بهدوء وبطريقة مختلفة عننا.